لا تعترض. هل تعلم لماذا يبعد الله عنك أناسا كنت تظن أنهم مهمين في حياتك؟ لأن الله اطلع على سوء نيتهم التي مكروها لك وأنت لم تدركها، لأن الله سمع كلامهم المؤذي من خلفك وأنت لم تستطع سماعهم، لأن الله مطلع على قلوبهم السوداء وأنت لم تبصر سوادها لحسن ظنك ونقاء قلبك. أي شخص باعك بأرخص الأثمنة وقدر الله أن يبعده عنك، لا تحرص على إرجاعه في حياتك أبدا. صدقا لا أحد يستحق. واترك الخلق للخالق، كن أنت. لا أحد يستحق. في أمان الله.